السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي متابعيني في كل مكان، اتمنى دايما تكونوا بخير وفي خير. مع بعض ان شاء الله النهاردة هنعمل كنافة الفنجان بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان الطعم بجد تحفة. لما تجربيها هتعجبك بإذن الله. ولو اول مرة حابب تشوفيني يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. مع بعض ان شاء الله النهاردة هنشوف وصفة سهلة وبسيطة وكمان لذيذة جدا وطعمها بجد تحفة. لما تجربيها هتعجبك. كمان غيرنا في الحشوات علشان اللي بيحب اي طعم يلاقيها في وصفتنا النهاردة بإذن الله. مع بعض ان شاء الله النهاردة نسمي الله كده ونشوف وصفتنا هتمشي ازاي. اول حاجة هحضر الشربات بتاعنا، كوبايتين من السكر عليهم كوباية من المية. بقدر الامكان خلي بالي ان مفيش حبيبات من السكر تيجي على جوانب الحلة. هضيف معلقتين من عسل الجلوكوز واقدر استبدلهم بعسل نحل، مفيش عندي الاتنين مفيش مشكلة. هضيف اخر حاجة عصرة ليمونة. كل الكلام ده بقى احطه على نار متوسطة لغاية ما يغلي معايا. اول ما هيغلي معايا اول دقيقة كده من الغليان هيعمل ريم ابيض، ده طبعا مش عايزاه، لغاية ما يوصل معايا ان يكون كل الرغاوي اللي حضراتكم شايفينها دي بلون شفاف كده. احنا وصلنا للقوام المظبوط. هيقعد معايا على النار حوالي 7 دقايق لغاية ما احس بالمعلقة ان هو بدأ يتقل. في الحالة دي هطفي النار، هيهدى خالص، وهبدأ ان انا انكهه بالنكهة بتاعتي سواء فانيليا او قرفة او شرايح من الليمون او ماء زهر او ماء ورد حسب ما تحبي. حطي الطعم اللي يريحك. هقلبه كويس واسيبه يبرد بقى. خلاص كده هو تمام معانا. هسيبه يبرد واكمل وصفتي. معايا هنا كنافة، نص كيلو من الكنافة كنت جايباها طازة، حطيتها في الفريزر حوالي نص ساعة وبدأت ان انا اطلعها كده انعمها شوية. هضيف عليها 3 معالق من السكر عشان يكون ليها طعم. السكر اللي انا استخدمته سكر بودر، حابه ان انت تستخدمي سكر حبيبات يا ريت يكون من الابيض الناعم جدا. دلوقتي هضيف كيس من الفانيليا علشان ينكه لي الطعم مش اكتر. ما عندكيش مفيش مشكله. كده خلاص انا ضفت الفانيليا. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها بحيث ان هم يمتزجوا مع بعض تقليبه كده حلوه. تمام كده زي الفل. في الوقت ده هجهز السمنة بتاعتي، هسيحها على حمام مائي زي الشوكولاتة بالظبط. هضيف بقى دلوقتي كوباية من السمنة السايلة. السمنة اللي انا استخدمتها سمنة عادي، سمنة روابي، حابة ان انت تستخدميها سمنة بلدي مفيش مشكلة. برضو هنقلب كويس جدا بحيث بقى ان كل الكنافة تتشرب السمنة. يعني النص كيلو هياخد معاكي كوباية من السمنة. طبعا الحلويات الشرقية بتستخدم سمنة اكتر عشان الطعم، وياريت تكون سمنة بلدي. لو استخدمت الزبدة هتكون طرية معاكي. هنبدأ ان احنا نجهز الحشوات. اول حشوة معايا فول سوداني، حابة تستخدمي مكسرات مفيش مشكلة. هضيف دلوقتي ربع كوباية من جوز الهند، وكمان معلقة سكر عادي ابيض. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها الاول. تمام كده زي الفل. طبعا الحشوة دي مشهورة جدا ومعروفة، كمان ممكن نعملها للقطايف. هضيف بقى معاها معلقتين من السمنة عشان تخليها ليها طعم اولا، ثانيا تتماسك كده مع بعضها. طبعا احنا ضفنا السكر، لو مكناش ضفنا السكر تقدري تضيفي شربات من اللي عملناه عشان يخليها متماسكة وكمان طعمها حلو. هجهز الحشوة التانية معاكم دلوقتي، عبارة عن القشطة او المهلبية. زي ما حضراتكم شايفين كده حطيت حوالي ربع كيلو من اللبن، وهضيف عليه معلقتين من النشا، وكمان معلقة سكر، وهضيف معلقتين لبن بودرة يدوا طعم مش اكتر. تقدري تستخدمي برضو كريم شانتيه عادي او باستري حسب الطعم اللي انت عايزاه. وهقلب بقى كل الكلام ده على البارد الاول، وبعد كده هرفعهم على نار متوسطة علشان تتعمل معايا المهلبية. هقلب بس كويس بحيث ما يبقاش فيه اي حبيبات او اي تكتلات. بالمضرب كده هقلب. طبعا هستمر في التقليب على النار لغاية ما تتماسك معايا. تمام كده زي الفل. هتاخد معايا حوالي 3 دقايق لغاية ما تبقى جاهزة معايا وناعمة جدا كريمي زي ما حضراتكم شايفين كده. بس كده بقيت الحشوة بتاعتنا هحط نوتيلا شوكولاتة وكمان لوتس. يبقى دي الحشوات بتاعتنا اللي احنا جهزناها مع بعض، سواء الفول السوداني او اللوتس او كمان النوتيلا سواء بيضة او شوكولاتة، وكمان القشطة بتاعتنا او المهلبية او القشطة الكدابة زي ما بيقولوا عليها. هبدأ بقى ان انا اجهز الفنجان بتاعي سواء صغير او كبير اللي يريحك خالص. انا هستخدم الصغير، حابه انت او عندك بوله مفيش مشكله، المهم ان يكون حاجه ليها تجويف عميق وسهله كده وسريعه.
معانا كمان ورقة استرتش هجهزها بقى، هدهنها من الزيت، كل جوانبها هدهنها من الزيت علشان تساعدني اولا ان انا اطلع الرسمة بتاعتي صح، ثانيا علشان ما تلزقش في بعضها. يعني ممكن تاخدي جزء من الزيت كده على ايدك وتلفي فيها ورقة الاسترتش كلها على بعضها، هتدهن بالزيت كلها على بعضها كده زي ما حضراتكم شايفين. خلاص بقت سهلة اهو. هبدهن برضو الفنجان بتاعي اللي انا هستخدمه او البولة اللي انا هستخدمها، وهبدأ احط ورقة الاسترتش فيها، هدخلها لجوه تبقى زي تجويف الفنجان بالظبط. هبدأ بقى اجيب الحشوة بتاعتي اللي هو الكنافة واضغطها كده لجوه، يعني هاخد جزء منها واضغطها بقى لجوه كده برسمة الفنجان، بس برضو هعمل شكل التجويف علشان هنحط الحشوة بتاعتنا. بصوابعي كده ببدأ ان انا اساوي الكنافة بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين كده، سهلة خالص. وهبدأ احط الحشوة بتاعتي ايا كانت، هضيف بقى عليها جزء من الكنافة من فوق واسويها كويس جدا. اهم حاجة الضغطة دي عشان بتخلي الكنافة معايا ما تشققش اثناء ما هي بتستوي، وكمان تكون متماسكة. بصوا بقى ضغطة الاسترتش دي اهم حاجة علشان تطلع لي الشكل من تحت مظبوط جدا. هبدأ الفها برضو كده لفة كويس زي الشوكولاتة وبعدين اطلعها. طلعت معايا اهو الشكل، بصوا زي ما حضراتكم شايفين متساوي جدا وناعم جدا. هجهز معاكم واحدة تانية زي ما قلت لحضراتكم، باخد جزء من الكنافة اضغطه لجوه بحيث ان هو يكون على قد رسمة الفنجان بتاعي بالظبط. بين كل رسمة ورسمة هضيف كده دهنة زيت علشان ما تلزقش معايا. ودي القشطة بتاعتنا اللي احنا عملناها مع بعض، حطيتها في كيس حلواني عشان تكون سهلة معايا. وهبدأ ان انا احطها في النص كده واجهز عليها جزء من الكنافة من فوق واضغطها برضو ضغطة حلوة جدا. اخلي بالي بس ان القشطة او المهلبية بتاعتي بتكون طرية، فلما اضغط زيادة هتطلع لي من جوانب الكنافة كده تمام خالص زي الفل اهو. اضغط عليها ضغطة حلوة وفي نفس الوقت قطعة الاسترتش هلفها كده على بعض علشان تسوي لي الشكل. بصوا بلفها زي الشوكولاتة كده علشان تكون متماسكة، تكون القطعة بتاعتنا يعني متماسكة. خلاص طلعتها اهو زي الفل، جميلة متساوية زي الفل خالص. هحطها في الصينية بتاعتي، صينية مدهونة دهنة سمنة خفيفة. تمام كده. هجهز بقى معاكم شكل تاني. بصوا القطعة دي جميلة جدا، وجودها في البيت تحفة بجد، بتعمل اشكال جميلة جدا. هدهنها برضو دهنة خفيفة كده من الزيت في التجويف بتاعها اللي في النص ده، وهبدأ ان انا احط فيها برضو ورقة استرتش. طبعا ورقة الاسترتش جاهزة معايا مدهونة زيت، وهحط فيها قطعة الكنافة وابدأ ان انا اضغطها لجوه بحيث برضو اعمل الشكل اللي جوه. اضغطي بقى على قد ما تقدري علشان اولا تخلي الشكل متساوي، ثانيا علشان تاخد الرسمة اللي جوه. اضغطي كويس جدا، كل ما تضغطي كل ما هتنعمي الشكل اكتر. هتضيفي بقى الحشوة بتاعتك اللي انت عايزاها، بس فرقت طبعا في الشكل علشان يبقى معاكم كذا رسمة، وفي نفس الوقت ابقى عارفة ايه هو اللي محشي نوتيلا او مهلبية او ايا كان. بصوا هقفل عليها بقى كويس جدا كده. حسيت ان هي محتاجة لسه كنافة هضيف عليها وهسويها كده بصبعي. بصوا هتنعم معايا وهتبقى زي الفل. هبدأ برضو اطلعها بالورقة الاسترتش واشدها كده بالراحة على مهلي. طلعت بصوا شكلها جميلة جدا، بصوا تحفة. هنحطها برضو في صينية مدهونة من السمنة. هجهز معاكم واحدة على طول كده بالنوتيلا، هقفلها برضو بنفس التقفيلة كده. هضيف عليها جزء من الكنافة وابدأ ان انا اساوي كويس جدا. القطعة دي تحفة جدا في الاستخدام وسهلة، وطلعت شكل معايا جميل جدا. هبدأ ان انا اطلعها كده من ورقة الاسترتش. يعني ورقة الاسترتش دي مهمة جدا لان هي اللي بتساعدني بكل حاجة. بصوا جميلة. هضيفها بقى في الصينية كده، وفي الوقت ده لغاية ما اخلص كل كميتي بكون مجهزة الفرن سخن معايا. هدخلها تحت على قاع الفرن درجة حرارة 180 لغاية ما تحمر معايا وتاخد لون من تحت. هطفي النار واطلعها على الشواية
لغايه ما تاخد لون ذهبي جميل كده من فوق زي ما حضراتكم شايفين. طلعت معايا سخنه، هبدا ان انا اسقيها بالشربات البارد اللي احنا جهزناه مع بعض. شرباتنا تقيل، يا دوبك بس هحط كده جزء من فوق وهو هيسيل هينزل على باقي قطعه الكنافه. اي زيادات من الشربات هتبدا تنزل عادي، وبعد كده انا هصفيها من الشربات الزياده بتاعها ده. تمام كده. هبدا برضو ان انا اجهز الجزء التاني. بصوا انتوا بس نزلوا جزء كده هيبدا ان هو يسيل على جميع جوانب الكنافه. سهله جدا وبسيطه وشكلها تحفه، وان شاء الله طعمها كمان هيعجبكم جدا. هبدا بقى ان انا ازينها. ده الجزء اللي انا كنت حاشيه مهلبيه وكمان فول سوداني. اما اللي كان محشي نوتيلا ولوتس هبدا ان انا ازينه كده بنفس الحشوه باللوتس والنوتيلا. بصوا بقى شكلها تحفه جدا، لونها جميل، طعمها فعلا خطير جدا، والحشوات مع العسل مع السكر مع كمان الفول السوداني، كل ده اطعمه فعلا طعمها تحفه جدا. يلا بقى جربيها، ولو عجبك ما تنسينيش باللايك وكومنت. شكرا، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.